في أكلة أول ما تنقلق ريحتها لحالها كانت توقظ كل البيت. السمبوسك مو بس أكلة، هي بداية يوم كامل. أيام زمان أمهاتنا وأجدادنا اللي كانوا يفيقوا بكير لحتى تسمعوا صوت قرشة السمبوسك، ويباشروا العجن قبل ما نصحى. كنت أصحى على صوت الأواني وأعرف إنه في شي طيب عم ينطبخ. كانت أمي تقوم من الصبح بكير لتجهز السمبوسك، تجهز السمبوسك لليوم الطويل، للمة، للضيوف، للبيت. كان كل شي بسيط بس طعمه ما بيتكرر. وأول خطوة نفرك الطحين مع معلقتين زبدة. معلقتين زبدة بس كانوا يطالعوا عجينة تحفة. ما كان في مكونات كتيرة ولا وصفات معقدة، بس كان في خبرة بالإيد. واليوم أنا وعم أخلط الطحين مع الزبدة لحتى تتشرب النكهة، صرت أحس بالعجينة كيف عم تتغير بين إيدي. ما كنت أعرف هالشي قبل. هي اللحظة لحالها كانت ترجعني لأيام قبل، كيف كنت أراقب أمي وهي عم تشتغل. والعجن قبل كان ياخد وقت، بس كان في حكايات، كان في قصص كانت تسلينا. كنا نقعد حواليها وهي عم تعجن وتحكي لنا عن قصص زمان. والعجينة البسيطة كانت تطلع كمية تكفي الكل. وبعد ما تعجن العجينة وتريحها وترجع تفردها بالشوبك. هي المرحلة كانت أجمل الشي. العجينة عم تكبر قدام عيننا، والصغار كانوا يصفقوا ويضحكوا مبسوطين. يلا ماما خلصت السمبوسك، يلا ماما عملت رغيف كبير. كل فردة عجين كانت وعد بسمبوسك جديدة. كنا نتقاتل مين بده يقطع العجينة بغطا براد الشاي، قطعة ورا قطعة. وبهي المرحلة الكل كان يتشارك، واحد يحشي، واحد يسكر، واثنين الصغار دائما عم يتقاتلوا مين بده يكبس ويرسم بالشوكة. حشوة زمان ما كانت مكلفة أبدا، كانت بسيطة، يا قريشة يا جبنة القريش مع خلط مع أي نوع جبنة تانية. كانت تعطي طعم قريب لطعم الجبنة المطبوخة، وكانت أوفر وبسيطة كتير. عن جد أحيانا أبسط الحشوات بتطلع أذكى من كل الطرق الحديثة ونكهتها غير. قولي بصراحة، بتحبوا الجبنة اللي عم تنطبخ هلأ ولا طريقة أمهاتنا القديمة البسيطة؟ قطعنا السمبوسك وحشيناها بأبسط المكونات، وكانت أحلى مرحلة تجمعنا حوالين بعض. كلياتها ضحك وحكي، كل واحد يحاول يطلع شكل أحلى من التاني. أول ما تنزل بالزيت الصوت لحاله بيعمل جو، وهون كنا نعرف إنه اليوم بلش فعلا. ريحة السمبوسك كانت تعبي البيت وتخلي الكل يجتمع بدون ما تنادي حدا. مقرمشة وخفيفة وعجينة بسيطة، طلعت سمبوسك تحفة. وأكيد الكل بيتذكر رغفان الزنجل، وقت تخلص الجبنة، تخلص حشوة الجبنة، كنا نعملهم رغفان بسيطة صغيرة وفاضية ونقليهم. شكلهم خفيف وذهبي
وقرشتن ما بتنتسى. هي النتيجة النهائية: كمية سمبوسك كبيرة بطريقة اقتصادية وبسيطة. فرزت قسم بسيط والباقي قليته، وطلع أطيب من المتوقع. زمان ما كان في شي اسمه وصفات معقدة، كان في ايدين بتشتغل من قلبها وبتعمل أكل بضل بذاكرتنا سنين. السمبوسك مو بس أكلة، هي صوت فائقة الصبح بكير، ولمة البيت، صوت كل أم تعبت لحتى تفرح عيلتها. إذا هيك وصفات بترجعلكن ذكريات، ادعموا الفيديو بالإعجاب مشان نكمل نحيي هالطعم القديم.